صباحي او مشمس او مشرق وانت بتصحى متاخر تشرشق الطيور وتزعزع الزيور، تجي لك مكالمه على الفيس تايم من البرازيل، خالك اللي عايش هناك اتوفى. ده الخبر الوحش. الخبر الحلو انه ساب لك ورث يقدر ب 40 مليون جنيه. طبعا ابو الثقافه يفرح لانه بيحب الروايات وبيدخلها دايما على شاشه التلفزيون كمسلسل او فيلم يقدر يخرجه او ينتجه في يوم من الايام. امال انا ليه داخل لك الدخله دي وعمال اقول لك صباح يوم مشرق وصباح يوم مشمس؟ حضرتك ناقد فني كبير، اصلا مش عاجبك اي حاجه من العبث اللي انت بتشوفه على التلفزيون ده. هو بتلاقي مكالمه جايه لك من مدحت العدل يقول لك البقاء لله يا ابو الثقافه، ما تشاركني بالورث بتاعك في عمل فن. ابو الثقافه يفرح. ابو الثقافه على وشك انه يبقى ابو الانتاج. هو بتفتح اللابتوب وتكلم صديقك المفضل شات جي بي تي، تقول له يا شات جي بي تي دلوقتي انا معايا 40 مليون جنيه، تنصحني ان انا ابدا الفيلم ازاي او اعمل مسلسل ازاي؟ وبعد كثير من الغباء الاصطناعي قررت انك تقفل الهبل اللي انت بتعمله ده وتتفرج على افلامك المفضله بقى. شغال يا ابني انسبشن وفجاه تاخد بالك من التتر وتكتشف ان اقل عمل فني بيشتغل عليه 500 موظف. ما اصلك يا ابو الثقافه تقدر ان انت تنتج الفيل الازرق او عنتر وبيسه، او تقدر ان انت تنتج مسلسل زي عين سحريه او قطر صغنطوط. انا مش جاي اعقد لك الموضوع واخليك تفقد الامل في ال 40 مليون جنيه بتاعتك وتروح توظفها في عقارات او في اي حاجه. انا جاي افهمك ازاي تعمل عمل سينمائي ينجح ويكسب. ببساطه ارسيك ازاي تنتج عمل فن. الفن بدا